المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نسهلها بالعناوين. اجتماعات في عبد خالة وإندا قرقيش لمناقشة العملية التعليمية. المدارس في أسمرة وكرن تكرم طلابها الحاصلين على درجات عالية في الامتحانات الوطنية. الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في الأوسط ينظم دورات مهنية وتقنية. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها للمجال الجوي لإستونيا. المغرب والصين يوقعان آلية للحوار الاستراتيجي. هجوم إلكتروني يربك حركة السفر في مطارات أوروبية كبرى. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد مكتب التعليم في مديرية عبد خالة اجتماعا في 18 من سبتمبر في عبد خالة و19 من سبتمبر في منطقة إندا قرقيس لتحديد المشكلات التي واجهتها العملية التعليمية خلال العام الدراسي 2024-2025. وأكد مسؤول المكتب الأستاذ تسفاي سبهة ارتفاع معدل النجاح بنسبة طفيفة ولا سيما انخفاض معدل التسرب من التعليم. وذكر مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزقي كيداني الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بالإضافة إلى إدارة المدرسة بتعزيز العلاقات فيما بينهم، وقال إن تقييم نقاط القوة والضعف بشكل صحيح أمر أساسي لتنفيذ البرامج المخطط لها بنجاح. وحث المشاركون بدورهم على إيجاد حلول للمقاعد الدراسية والكتب القديمة وبناء أسوار المدارس التي لا توجد بها أسوار. من ناحية أخرى، عقد في 18 من سبتمبر سيمينار في قاعة عد بقيع في مدينة عبد خالة تركز حول دور العلاقات الإيجابية بين أرباب العمل والعمال في العمل وتقديم خدمات فعالة. وأكد السيد رزاني ولد أملاخ من فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن العمل الفعال يتحقق بوجود علاقة إيجابية بين أرباب العمل والعمال، مذكرا أنه ينبغي القيام بعمل جدي في هذا الشأن ويجب أن يكون هناك اتفاق قانوني. وحث ممثل مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيد رزاني في الصحية من جانبه حث أصحاب المؤسسات على إعطاء الأولوية لاحترام حقوق العمال ومنع الحوادث في مكان العمل. كرمت في 19 والعشرين والحادي والعشرين من سبتمبر مدارس فيلاند ميسيون والضياء ودندن وانبهرة والفاتح من سبتمبر في العاصمة أسمرة إلى جانب مدرسة لا سال بكرن طلابها الحاصلين على درجات عالية في الامتحانات الوطنية للصف الثامن والشهادة الثانوية. هذا وقد كرمت مدرسة الضياء للمرحلتين المتوسطة والثانوية 16 طالبا من طلابها الذين أحرزوا 3 درجات فما فوق في امتحانات الشهادة الثانوية، و32 طالبا أحرزوا فوق 85% في امتحانات الصف الثامن، فيما كرم مجمع دندن السكني 24 طالبا حصلوا على الدرجة الكاملة 94 طالبا أحرزوا ما بين 3 درجات و3.8. وكرمت مدرسة انبهرة الثانوية 26 طالبا في امتحان الشهادة الثانوية، ومدرسة الفاتح من سبتمبر للمرحلة المتوسطة 47 طالبا أحرزوا 90% فما فوق، ومدرسة فيلاند ميسيون الابتدائية والمتوسطة 117 طالبا أحرزوا 89% فما فوق في امتحانات الصف الثامن. في غضون ذلك كرمت مدرسة لا سال المتوسطة والثانوية 124 طالبا متفوقا و15 معلما نموذجيا، حيث كانت 59 منهم من ممتحني امتحان الصف الثامن، و65 طالبا ثانويا حصل 23 منهم على الدرجة الكاملة 4. وتشير الوثائق إلى نجاح 99.2% من أصل 222 طالب مشارك في امتحانات الصف الثامن، و90.2% من أصل 243 طالبا مشارك في امتحان الشهادة الثانوية في العام الدراسي 2024-2025.
كما كرم مجمع دندنة السكني 51 طالبا شارك في امتحانات الشهادة الثانوية، حيث أحرز 36 طالبا منهم درجات البكالوريوس وال15 الآخرين درجة الدبلوم الجامعي. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في الإقليم الأوسط بالتعاون مع المكتب المركزي للاتحاد دورات مهنية وتقنية مختلفة استمرت ل8 أشهر، وتم تخريج 147 شابا من دورات شملت الإلكترونيات والرسوم المتحركة والروبوتات والبرمجة، إلى جانب دورات أخرى ذات صلة بالتقنيات الإلكترونية في مراسم أقيمت يوم أمس 20 من سبتمبر. وأوضح مسؤول قسم المشاريع في فرع الاتحاد بالإقليم الشاب ميرون كفليت أن الهدف من هذه الدورات هو تشجيع المهارات والأفكار الابتكارية التي تساهم في إيجاد حلول لتحديات المجتمع. وأشار أحد منسقي البرنامج السيد هاك عبد مريم إلى أن المدربين اكتسبوا معرفة تمكنهم من التخطيط وتنفيذ الابتكارات والاختراعات بتعلم الأساسيات العلمية المتعلقة بالتقنيات الإلكترونية. وأشاد المدير العام لقسم الإدارة والمالية بإدارة الإقليم الأوسط السيد تكي أقالة بجهود منظمي الدورات المساهمة في تطوير إمكانيات الاختراعات علميا وإلكترونيا بتناول مدى أهمية مثل هذه الدورات في تطوير الكفاءات والقدرات الشابة. وبدورهم تعهد المتدربون لتطوير المجالات التي اكتسبوها بالعمل الفعلي على أرض الواقع، مشيرين إلى أن الدورة تعتبر منصة الانطلاقة لأدائهم المهني والتقني. وحفلت المراسم بفقرات فنية وثقافية قدمتها فرقة الورود الحمراء. استشهد المناضل عند قبر كريستوس يوم 19 من سبتمبر عن عمر ناهز 71 عاما جراء مرض ألم به. والتحق المناضل عند بصفوف قوات التحرير الشعبية في أكتوبر من العام 1974، وناضل ضمن الوحدات القتالية وحرس الثورة وقسم الإمداد والزراعة بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل عند قبر كريستوس رب أسرة وأب ل6 أبناء، وولي جثمانها ثرى ظهر اليوم في مقبرة الشهداء بأسمرة. تعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل عند قبر كريستوس، وتعزي ذويه ورفاقه المقاتلين. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها المقاتلة لم تنتهك المجال الجوي لإستونيا، وأنها حلقت فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق في طريقها من شمال غرب روسيا لجيب كالينغراند الروسي على بحر البلطيق. يأتي ذلك بعد أن قالت إستونيا العضو في حلف الشمال الأطلسي في وقت سابق إن 3 مقاتلات عسكرية روسية انتهكت مجالها الجوي لمدة 12 دقيقة. وقالت وزارة الدفاع الروسية بشأن 3 طائرات مقاتلة من طراز ميغ 31 إنها نفذت الرحلة بما يتوافق تماما مع القواعد الدولية التي تحكم المجال الجوي دون انتهاك حدود الدول الأخرى، وهو ما أكدته عمليات تفتيش مستقلة. وأوضح البيان أن المسار الذي سلكته المقاتلات من منطقة كاريليا شمال غرب روسيا كان فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق على بعد أكثر من 3 كيلومترات من جزيرة فايدونلو الواقعة قبالة السواحل الإستونية. وقع المغرب والصين مذكرة تفاهم لإرساء آلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى بكين. ووفق الخارجية المغربية فإن بوريطة ونظيره الصيني وانغ يو عقدا اجتماعا تم خلاله التوقيع على مذكرة التفاهم يتم بموجبها إرساء آلية للحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية لكل من المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، فيما يعد محطة أساسية نحو توطيد العلاقات بين البلدين. وترتكز الآلية على مضمون الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية الموقع من طرف الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، وهي تروم إعادة هيكلة الحوار رفيع المستوى بين البلدين القائم على أساس الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل.
استهدف هجوم إلكتروني أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات وعطل الحركة الجوية وتسبب في تأخيرات في العديد من المطارات الرئيسية الأوروبية. وأفاد مطار بروكسل أن الهجوم الإلكتروني أجبره على إجراء تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات يدويا فقط، مؤكدا أن الحادث كان له تأثير كبير على جداول الرحلات. أفادت السلطات في مطار براندبورغ في برلين أن مزود خدمة أنظمة مناولة الركاب يتعرض لهجومه، مما دفع مشغل المطار إلى قطع الاتصال بالأنظمة. وأعلن مطار هيثرو في لندن، أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، أن مشكلة فنية أثرت على مزود خدمة أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم ما جاء فيها. اجتماعات في عدو خالة وإندا قرقيس لمناقشة العملية التعليمية. المدارس في أسمر وكرن تكرم طلابها الحاصلين على درجات عالية في الامتحانات الوطنية. الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في الأوسط ينظم دورات مهنية وتقنية. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها للمجال الجوي لإستونيا. المغرب والصين يوقعان آلية للحوار الاستراتيجي. وهجوم إلكتروني يربك حركة السفر في مطارات أوروبية كبرى. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.